ازيكم واهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست القلم مع WWW واللي وز ان شاء الله. الحمد لله على السلامه يا باشا. الله يسلم. الحمد لله السلامه من انهي فيهم؟ لا من العمره، احنا ما عملناش حلقه الاسبوع اللي فات. لا انا كنت عشان مسافر. العايه بس. لا لسه لما تخف هقول لك الحمد لله على عدي السلامه. بد من امبارح. طب قول لنا على السريع كده، كان ايه اخبار العمره؟ اتبسطت فيها؟ اكيد interesting. اتبسطت يعني. interesting. انترستنج. لا ما انت تدينيش كلمه يعني هي حلوه طبعا، يعني حدث مم. مهيب جدا. مم. وواحد الحمد لله كان مركز، ما كانش فيه اي ديستراكشن. حلو. بس هو نفسه العمره نفسها اختبار لضبط النفس. شفت العجب العجاب والما اعرفش ايه الذئاب يعني. واحد صاحبي قال لي نفس الجمله دي بالظبط. يعني انا شفت بالظبط. كان بيطوف جنبي واحد وفتح ماتش الهلال. كان قاعد اتفرج على ماتش الهلال، مش فاكر مين يعني. مم. وفي كام مجموعه بتطوف عكسي. كان شفت حاجات كتيره يعني، وانا كل شويه اللي هو استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. على عكسها بقى المدينه، اجواء المدينه تحس ان كل الناس رايقه وهاديه وحبوبه ومبسوطه مم. والناس ما بتضايقش بعض وكله. فكان بالنسبه لي غريب. انا متوقع ان مكه تبقى تشيل اكتر عشان مكان روحاني يعني اكتر، مم. والمدينه تبقى النص بتجز. بس العكس كان. مم. بس الحمد لله عدت يعني على خير، واعتقد واتمنى ان قبلت بلاء حسنا يعني. يا باشا الحمد لله الحمد لله على السلامه، وعمره مقبوله ان شاء الله باذن الله. ومن غير مقدمات اخرى. النهارده عندنا يا جماعه هنتكلم على ارسنال بالايجابي مش بالسلبي. جماهير ارسنال والله يعني هنتكلم عليكم كلام حلو، ما يمنعش فخليكم ان معانا. اكيد يعني ما تطمعوش، بس يعني ما تطمعوش. نديكوا واحده كده. هنتكلم على المدربين الاعظم في التاريخ، الاوحش في التاريخ، ايه شروط انك تكون الاعظم في التاريخ. وهنتكلم على مرتضى منصور الكره الاوروبيه، وهو رئيس نادي نابولي انت شالها من بتاع باليرمو ده. بس باليرمو ده واز مور لا اكشلي هو على فكره اللي مش عمل. مرتضى منصور، هو واحد تاني. هو بس انا السبكي. يا ابن اللعيبه سرقتها مني يا ابن اللعيبه. ما بالظبط التاني هو ده بقى، السبكي. التاني ده هو بالظبط مرتضى منصور. فاكر جيل بيريلمو بتاع ميكولي وكافاني طبعا. والناس دي. طبعا. هو الراجل ده كان بينزل الملعب ويجيب لهم كاس فيك وحاجات كده. عملها فعلا يعني. كان حاجه روعه. طيب يلا نبدا. يلا بينا. نبدا بارسنال عشان خاطر اتفضل يا عيون باشا. جماهير ارسنال، لان بصراحه انت ارسنال الفتره دي من بعد الوينتر بريك بتاع الدوري الانجليزي هم بالنسبه لي ثالث احسن فريق في اوروبا. اللي مين بيعملوه الاول والتاني؟ سؤال حلو. الاول والتاني ممكن ما احطش ترتيب، اقول لك مين الاثنين. انتر ميلان وريال مدريد. ماشي. يعني ممكن اسكويز ليفربول معاهم الصراحه. ليفربول بس عشان مشكله اصاباتهم. ما انا ده المبهر بالنسبه لي، ان رغم الاصابات هذا الاداء السوليد، فاهم يعني. هو سوليد بس مش مرعب زي ارسنال مرعبين. يعني ارسنال 6 ماتشات على التوالي في الدوري، 6 فوز، مسجلين 25 جون، داخل فيهم 3 اجوان بس، وفي ال6 ماتشات مسجلين جونين او اكتر. وجزء الكور الثابته ده حل مبهر. ما تسبقش بقى الاحداث، عشان جزء الكور الثابته ده بالذات لازم نتكلم عليه جدا. بس نتكلم على الفورم بشكل عام في الاول، لان في ناس بتتكلم بتقول لك بص على الماتشات اللي لعبوها. مبدئيا ماشي هنبص على الماتشات اللي هم لعبوها. واحد بيقول لك فيها ايه، كسبوا ويست هام 6-0. ده مش طبيعي، مش طبيعي ان انت تكسب ويست هام 6-0 جوه ارضهم في ملعبهم. ملعب ويست هام ملعب رخم جدا، وديفيد مويس مش مدرب هفا. انت نفسك كنت بتقول اخر حلقه عملناها ان جماهير ويست هام تتف على ارسنال عشان دول معاهم بطوله اوروبيه بالظبط. فراحوا بقى احنا قلناها في اليوم اصلا اللي خلص الماتش ده 6. لا ما كانش اليوم، كان يومي فاكر، لان احنا بقى قبل ما الحلقه تتذاع كانوا خسروا اوريدي. اوكي. لان انا فاكر قلت الناس هتكتب كده في كومنتس، وتفاجأت ان هم ما قالوش. عدت من تحت الرادار. بس هو انا ما زلت كده. انا اتس تروفي جيم، انا ماليش دعوه بالبتاع. فده اول مثلا ماتش، وده لازم ان احنا نحيي ارسنال على قد ايه سيطروا على الماتش، لان الماتش مش سهل ومش طبيعي ان انت تكون مسيطر عليه بالشكل ده. ماتش بيرنلي 5 عادي يا عم، مفيش اي مشكله بيرنلي يعني. بس ماتش نيوكاسل اللي اتعمل في نيوكاسل، اللي ارسنال عملوه في نيوكاسل ده يا جماعه، هم خلوا نيوكاسل شكله فريق فعلا بيناء. هو دلوقتي ميد تيبل، بس هم خلوه فعلا شكله فريق ميد تيبل من كتر ما هم متوحشين. كانوا بيبولي نيوكاسل، سايبين لهم الكوره على اساس انه لو رجاله طلعوا بيها. نيوكاسل مش عارف تطلع بالكوره، كانوا وحشين جدا. وارسنال كانوا ضاغطين ضغط مرعب، خانقينهم، وكانوا عملوا اداء
بيرفكت في كل حته في الملعب، دفاعيا هجوميا. جورجينيو في نص أنا الملعب استغربت كان إن- متشقلب. استغربت ان هم ما غشوش خطه بورتو، يعني توقعت خطه بورتو دي طب بقول لك نيوكاسل حاجه، هتغشها تنقشها كده انا بالظبط. كاتبها بقى هنا، فدي اللي ممكن نبدا بيها. مم. رغم ان ارسنال زي ما قلنا ان هي توب 3 عامه في اوروبا، وان هم مرعبين دلوقتي واقوياء جدا، بس ارسنال عندهم عيب، عندهم مم. نقطه ضعف اللي هي بنسميها اكيلز هيل، وتر اكيلز بتاعهم. مم. وده اللي بورتو كشفوه، وهو ايه يا باشا؟ لما تلعب ضدهم ميديم بلوك، بالظبط، تعزل الميد بلوك. تعزل المربع اللي بيعملوه في نص الملعب ده، الاثنين اللي تحت على الاثنين اللي فوق. وبصراحه هو في دي اوديجارد وهافرت سهل عزلهم، مم. يعني خش الموضوع طول. خش هو لعب جورجينيو مهم جدا في الفتره دي، وفي ماتش العوده كمان، لان رايس مع قيمته اللي هايله وكل الكلام ده، بس الكره القطريه اللي هي معروفه قوي بتاعت توني كروس، اللي هي بتبنتريت الخطوط مم. تبدا تروح على التلت الاخير دي، رايس عنده فيها نقطه ضعف، لان كتير في ماتش بورتو انا بتفرج كانت بتبقى متاحه بس هو ما بيعرفش يعملها. لا بس يعني هي بيبقى فاتح حتى جسمه مش واللي هو خلاص ممكن يقفلها يعملها الاوديجارد، مم. ما بيعرفش، يقوم اوديجارد مضطر ينزل له ويمديها له ستريت فورورد كده. دي جورجينيو بيعملها هايل، هو دي اكل عيش جورجينيو اصلا. اكيد جورجينيو احسن من رايس فيها، بدليل ان حتى جورجينيو في ماتش نيوكاسل مم. كان مش بيعملها عادي. يعني جورجينيو انا متعود ان هو بيعمل لاين بريكنج باسز، بس الفليكات اللي من فوق الدفاع كانت رايقه معاه قوي عامه. فهو لو لقى الفورم دي فعلا هيفرق، لان المدرب بورتو كان بيعمله في حوار الميد بلوك بالذات، وان هو كان مخلي لعيبته كلهم قريبين من لعيبه نص الملعب بتوع ارسنال، مش عايز اي واحد يلف بالكوره، كله بيستلم وظهره ومش بيضغطوا ولا منات، قافلين باسنج لينز بس، يعني لحد ما رايس كان بيستلم الكوره ما حدش بيروح له، يسيبوه اللي هو تمام خليها معاه يفرح بيها. وكان ساعتها بيدخل وايت نص الملعب، فكانت ريجيد اكتر، يعني الاثنين ما عندهمش وسط قوي. هي اصلا دي كانت مشكلتي مع رايس من الاول، وكنت بزعم ان هو مش هينجح عشان كده، بس هو عشان ذكي فما بيحط نفسه في اوضاع ضد نقط ضعفه. بس at some point هو دي الاتريبيوتس بتاعت اللعيبه، فانت لما مدرب مذاكر هتعرف تعمل كده. وكونسيساو كان عامل، يعني كونسيساو كان عامل ماستر كلاس دي في اليوم اللي انت تظبط معاك كل تفصيله في الدنيا. اليوم ده كان ظابط معاه قوي قوي قوي. بس فعرف يعملها كويس، واستغربت جدا نيوكاسل ما عملوهاش بالظبط، مع انهم عندهم اللعيبه اللي بتلعب كده اصلا. يعني عندهم لعيبه الطوال اللي بتعرف تلتزم في نص الملعب. برونو جيماريش كان فتح مراجيح مولد النبي الماتش ده، كان يقدر يبقى واقف في الباسنج لينز. لونج ستاف اسمه ايدي هاو ما ذاكرش كويس الماتش ده خالص، وايدي هاو كان مش عارف سبمسيف جدا. يعني متعودين من نيوكاسل ان هم دايما بيضغطوا، عندهم ورك ريت عالي جدا، بس لما شفت طريقه دفاعهم في الماتش ده بيدافعوا متاخر جدا جدا جدا، بيلعبوا فعلا كانهم فريق اللي هو مش واثقين في نفسهم ان هم يقدروا يضغطوا على لعيبه ارسنال ويقطعوا الكوره ويروحوا ويعملوا تيرن اوفرز. وبعدين الماتش ده ما كانش، كانوا باسف جدا في دفاعهم. الماتشات دي كلها ما كانش فيه مهاجم، فكان بيبقى فيه التسعه اللي فوق سواء هافرتس او تروسارد على حسب الماتشات اللي لعبوها، كان بينزل على نفس خط اوديجارد. كان بيبقوا اتنين عاملين كده واتنين عاملين كده، وساكا مستريتش في ناحيه ومارتينيلي مستريتش في ناحيه، فانت ما فيش اي حد قاعد في حضن المدافعين. الجون اللي جابوه في ليفربول كان كده لما فان دايك ضغط مثلا هي دي بالظبط، ما حدش بيروح في حضن المدافعين، بس فان دايك راح في حضن اوديجارد فساب المساحه في ظهره، لكن التانيين دول ما كانوش بيروحوا، يعني ما كانوش بيروحوا مع عليهم. فدايما انت كنت تلاقي ان الاثنين اللي في النص هافرتس واوديجارد، او يعني في الماتش التاني تروسرد واوديجارد، كانوا بيستلموا بمنتهى الاريحيه ويلفوا ويروحوا ويطلعوا مارتينيلي واحد على واحد وساكا والجو ده. ارسنال في ماتش بورتو عامه، بص انا مش شايف ان بورتو هيعرف يقرروا نفس الموضوع ده لاسباب كتيره جدا. السبب الاول ان ارتيتا مدرب كويس، مدرب شاطر، فهو اكيد هياخد باله من الموضوع ده وهيشتغل عليه. ده غير ان في ماتش بورتو هو حاول ان هو يعدله بكذا طريقه، بس برضو ان جيم مختلفه عن لما تقعد تجهز ده قبلها باسبوع. تاني حاجه ان الماتش اصلا في الامارات، فبرضه هيكون عندهم زخم كبير جدا، وهيكون عندهم بعض من الشجاعه. لا سيبك من ان الجمهور، هل ده افشخ جمهور في اوروبا ولا لا، بس اي حد بيلعب على ارضه كده كده بيكون عنده عشان حافظ الملعب يعني. بالظبط، بيكون مرتاح، فاهم قصدي؟ فاللعيبه هتكون مرتاحه، عندها ثقه في نفسها. الباسز اللي انت بتتكلم عليها، اللاين بريكنج باسز، الكرياتيفيتي بتاعت اللعيبه، كل اللعيبه هتكون واثقه، كل اللعيبه هتكون سموث،
فاهم مش متنشنه. بس انا شايف ماتش ده يخلص بكره ثابته، مش شايفه ما انا جاي لك بقى في الكلام دي. شايفه هيخلص بلعب مفتوح خالص. ما بورتو هو- هتعرف ترخم حتى في وجود جورجينيو، انت هو عارف بيضايقوا المساحات قوي، والواد بيبي عنده خبره رهيبه ان هو لو انت سقطت هو مش عويل يعني. لين بيبي لو فاكر لا كان بيلعب ساعات خط نص في ماتشات اللي كان ميسي بيبقى فولس 9، كان بيلغيه، كنا بنكسب الماتشات دي لحد لما اتطرد ماتش تشامبيونز ليج الشهير بتاع داني ألفيش. ده اللي حصل اصلا. ماشي اسف انا قطعتك. ماتش بورتو اللي فات وارسنال، بورتو من كتر ما كانوا خانقين ارسنال، اكس جي فروم اوبن بلاي بتاع ارسنال كان 0.13. انت لو خدت بالك ارسنال الماتش ده ما كانش بيحاول يهجم، كان بيحاولوا يتزنقوا ويقوموا لافين شايطين الكرة في اي مدافع ليهم فتطلع كورنر. حصل في اخر ماتش تروسار كان عملها باي ديزاين، ما بيحاولوش يعني، ما كانوش بيروحوا في العمق ده، بيطلعوا لبره ويحاول يشوط لك او يحضر على الكرة عشان حد يزق واحد في ظهره وكده. وبرده بورتو كانوا مذاكرين ان هم ما كانوش بيعملوا الفاولات دي، بس ما فيش حد هيذاكر انه ما يطلعش كورنر يعني. بالظبط. بس ارسنال كان بيعملها بفجاجه بقى، اللي هو انتهت حلول الارض تماما وانا هاجي اشوط فيك الكوره، مش اللي هو بس اعملها كده، لا انا اشوطها في وشك تطلع كوره. في واحده خطيره لجابرييل تقريبا، الجون صدها تقريبا يعني ولا دي كانت ماتش نيوكاسل مش فاكر يعني. بس هم الكور الثابته خطيره قوي، بيلعبوها جوه ال6 ياردة بقوه كده معينه. ارسنال السنه دي مسجلين 19 جون في الدوري من ضربات ثابته، حل رهيب. ده رقم ده رقم مش قليل خالص. ده رقم كبير جدا، وكل ده طبعا يرجع لمين؟ نيكولاس جوفر. لا عامه ارسنال عايشين على لحم كتاف سيتي. ما طبعا، وسيتي عايشين على لحم كتاف بروجكت برشلونه القديم، تكسكي وبيب والناس دي. اوكي هي جماعيه ودايره يعني. وانتوا اكشلي هتعيشوا على قفا سيتي، دي حقيقه يعني. هي هتاخدوا الناس وهتروحوا تجيبوا التيم بتاعه وكده، وهو شبه الراجل اللي انتوا جبتوه ده هو القائم على بروجكت جيرونا يعني. فممكن يأزأز لكم شويه حاجات من هناك. طيب انا دلوقتي عايز اتكلم على حاجه ليها علاقه بارسنال. تمام، ودي يا جماعه انا عايز اتكلم مع جمهور ارسنال من القلب، والله من القلب، بعيدا بقى عن التحفيل، بعيدا عن الهزار، بعيدا عن الاسفاف، بعيدا عن كل حاجه. انا هتكلم على ساكا. تمام، بصوا يا جماعه من الاخر، ساكا ده لعيب كبير، ساكا ده لعيب كويس جدا، بس اللي انتوا بتعملوه في ساكا والله 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 بيضروا اكتر ما بيفيدوا. فككم من جو مقارنات مبدئيا، لان انت بتظلمه، هتحطه في مقارنه مع واحد ممكن يكون الواحد ده احسن منه، ممكن تكون بحاجه بسيطه جدا، بس انت من كتر ما انت بتنفخ فيه وحطه في مقارنه مع حد احسن منه اصلا، وعمال تقول للناس كلها ان ساكا احسن من الحد ده، فانت بتستفز اللي قدامك وبيضطر ان هو يقول لك لا، هو مش بس الشخص التاني او اللعيب التاني ده احسن منه، لا ده ساكا ما يجيش حاجه جنبه، مش فتله في الباسو. فاهم قصدي؟ بعدين ما تحبه في صمت، انا مالي يعني. انا دلوقتي انا واحد قاعد في حالي بتقولي كده، بقول لك ايه ساكا احسن من لعيبك، لا قشطه تمام ممكن نخلق يعني. اتفضل انا مالي بقى، اتفضل. ما بالظبط. وفي مشكله تانية عند ساكا يا جماعه، اظن برضو السنه اللي فاتت يعني في ترند كده ان احنا بنبدا السيزون ساكا 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 فور بالون دور، وبعدين بنيجي الجزء الاخير من السيزون ساكا مستواه بيقع اصلا، والكونفرسيشن دي خلاص بتتخدم، محدش بيتكلم فيها تاني. ولكن ليه؟ ده لسببين، او هو سبب واحد وسبب كبير، ان ما انتم ما عندكوش دبث في الحته دي. ساكا بيتحلب بيتحلب. حتى تانية في تروسارد وفي مش طبيعي اللي بيتعمل في ساكا لغايه دلوقتي تقريبا كل ماتشاته في الدوري ما عدا اخر ماتشين 3 لعب 90 دقيقه. السيزون اللي فات هتلاقيه برضو لغايه مثلا الجوله 30 لعب 90 دقيقه كلهم، غير البطولات. هم هتلاقيهم هيجيبوا نيتو السنه الجايه، هيفرق لازم معاهم. يجيبوا اي حد لازم. نيتو يلاقي قوي كمان. بص احنا قلنا ان ساكا ماشي. بصوا يا جمهور ارسنال، انتوا عايزين ساكا يبقى بالون دور، عايزين ساكا يبقى وورد كلاس، عمره ما هيعرف ان هو يوصل للليفل ده طول ما فيش اللي بيريحه. لا هو كده عمره ما هيبقى في الليفل ده يا عم لا احنا النهارده مش هنرخم مش على بنكش، بس في حاجات مش هننكش فيه، في بديهيات يعني انا النهارده مش هنكش، انا النهارده مش هنكش. تمام، لان ساكا في سيزون 2022 2023 جايب 10 اجوان في 9 ماتشات من اول 26 ماتش في الدوري، وباقي الماتشات اللي بعدها مسجل 4 اجوان بس في 3 ماتشات من 12. فواضح جدا ان هو من عند الجوله 26 مستواه بيبدا يقع جدا. ساكا السنه دي مسجل 13 جون تمام في 11 ماتش من 25 سوري مدخل 13 جون في 11 ماتش من 25 ماتش لعبهم. احنا داخلين بقى على الفتره اللي ساكا بيبدا يقع فيها، وهو ممكن على فكره خد بالك لو تلعب ماتش بورتو ده الموسم ضرب في مقتل يعني. مور لايكلي ذان نوت مش هيكسبوا حاجه. نخش على الحته دي بقى. نخش على الحته دي، غير ان هو يعني مش ضمانه ان هم يتاهلوا من بورتو. مع ارسنال
انا دلوقتي شايف ارسنال اقوى فريق في انجلترا. ارسنال بيلعبوا كوره احسن من سيتي، احسن من ليفربول. ارسنال لو كملوا افتراضيا، لو كملوا بنفس المستوى ده الفتره اللي جايه كلها، يعرفوا ياخدوا الدوري عن استحقاق، مش ان هم يسرقوا الدوري، هم فعلا هيستحقوا الدوري. ولكن احنا كلنا عارفين ارسنال بوتلرز. ارسنال ممكن يجوا، يعني بصوا ماتشات ارسنال الجايه مثلا، تمام، ماتشات صعبه. عندهم تشيلسي، في سيتي، وبعدين في استون فيلا، وفي في توتنهام، وفي يونايتد قبل اخر ماتش في الدوري اللي هم التوب 6 كلهم في بعض. ليفربول على فكره عندهم ماتشات صعبه جدا، وسيتي عندهم ماتشات صعبه جدا، كلهم عندهم البيك 6. انا ليفربول بخاف منهم ماتشات سهله مش صعبه. يعني ليفربول بيوقعوا نقط في ماتشات مالهاش معنى، عاملين زي ريال مدريد. لا بس ليفربول السنه دي بيعرفوا يرجعوا في الماتشات دي. ماشي، فاهم قصدي؟ يعني هو بيلعبوا وحش، ما بيبقاش احسن مستوياتهم، ولكن بيقدروا يرجعوا ان هم ينقذوا الماتش سواء بنقطه او 3. ارسنال هم اللي زي ما انت بتقول، ارسنال هو اللي كسب نيوكاسل 4-1، كسب ليفربول 3-1. ممكن تلاقي برنتفورد اللي خسران تقريبا 12 ماتش مثلا او 10 ماتشات من 12 ماتش اللي فاتوا يخسرها في الاميريتس عادي جدا. موباي فاهم قصدي؟ بالظبط. فهو ده ارسنال. عشان كده انا لغايه اخر يوم في الدوري، اخر ثانيه في اخر دقيقه في اخر ماتش، مش ان انا هقول على ارسنال ان هم هيكسبوا الدوري، رغم ان انا بقول لكم اهو انتوا انتوا دلوقتي بالمستوى ده انتوا تقدروا تاخدوا الدوري، لان ليفربول مفشوخين من الاصابات، وسيتي مستواها مش سيتي. بس ليفربول على نص الشهر ده هيرجع كل الناس. حلو، ما انت بقى عندك ان في نص الشهر ده في امكانيه ان هم يوقعوا نقط. وداروين مايونيز انا عندي احساس ان هو بقيه السيزون هيطلع نار. انا دايما براهن على داروين ان هو مهاجم خطير الخطوره يعني. وخلي بالك من حاجه، ماتشات ليفربول الفتره الجايه مش اصعب حاجه، بس ماتشات سيتي هي اللي اصعب حاجه. يعني ليفربول وسيتي عندنا كده كده الاسبوع في يونايتد الجاي سيتي اصلا بكره بالظبط. لا الاسبوع الجاي هو في سيتي وليفربول. انا في حاجه عايز اقولها لك، انت عارف مين اللي هيحسم الدوري؟ مين؟ ولا واحد من الثلاثه دول. امال ايه؟ توتنهام من اخر 4 ماتشات في الدوري عندهم 3، ارسنال في سيتي في ليفربول. هو فاكر ضيع التوب 4 مره على ارسنال السيزون اللي قبل تقريبا فاكر. وضيع حاجه على حد تاني. لا هو عامه ما بيضيعش غير على ارسنال يعني بس يعني انا الصراحه تسالني اتمنى ايه؟ انا اتمنى الفيري تيل اندنج لليفربول بصراحه بمنتهى الامان، ياخدوا الثلاثيه المحليه. انا هكون انسان في قمه في السعاده، لان احنا للاسف في مجتمع رقمي. وفي حجه اللي هو هلغي دماغي واعمل عبيط دي واقول لك ان كلوب مالت 7 سنين واخد 4 بطولات ولا مش عارف اللي هو لا يا جماعه، ما هو انت لو هنقضيها لا مشجع لايف سكور تمام، انا مشجع بتفرج، ممكن ما نناقش بعض يعني. فللاسف اللي هو ده السواد الاعظم يعني من جماهير الكوره دلوقتي. ليفربول يستحقوا يتوجوا الانجاز ده بان هم يعملوا موسم اللي هو يبان انه دومينيشن، حتى لو هو مش دومينيشن، يعني ان هم كده بينافسوا الناس. بس اعتقد فيها يعني هم هيلعبوا ليفربول، هيلعبوكوا انتوا في الكاس الراوند الجايه صح؟ ده دور ايه؟ 8 تقريبا. انا ممكن اقول لك حاجه كسكريبت وايز، انا متفق معاك فكره ان ليفربول ان هي تكسب الدوري ده احلى سكريبت. بس السكريبت ده بالنسبه لمشجع اليونايتد واليوروبا ليج فاضيه كمان، خد بالك. السكريبت ده بالنسبه لي كارثي. ما انا عارف، بس خلاص يعني كارثي. مش ما هو كارثي بس هم هيحصلوك في الدوري لو كسبوه. لا يبقى كارثي. لا ما كانوش هيحصلوك، كنت اقول لك عادي يعني واحده من عندكم. لا انتوا ما فيش امل تاخدوا اي دوريات قريب اصلا. فلا مش حلوه. بس اقول لك حاجه انا نفسي فيها وزه، اكتر حاجه نفسي فيها بجد، انا نفسي يحصل سيناريو زي بتاع اجويرو ده. اجويرو لارسنال لا اي حد تاني، بس عشان نخلص منها. انا زهقت من سيتي الصراحه. وبصراحه السنه دي كمان سيتي مش ممتعين في الفرجه عليهم. لا خالص، فرقه مميكنه قوي ورتيبه لا ممتعين في الفرجه ولا سوليد، ودفاعهم بجد عبيط رسمي يعني. وكتير ماتشات كتير قوي بينفدوا منها عشان كواليتي اللعيبه هم لا يستحقوا تماما. وبجد الماتشات
بتاع ودوكو اخد هوجه كده، وانا اصلا من الاول ما كنتش مقتنع بيه يعني. وان دايمنشنال قوي، حريف وكل حاجه، بس ما هوش الوينج اللي يعني انا لويس دياز الوينج اللي ترمي له الكوره يفتش الناس ويعدي. دوكو مش كده، دوكو احنا قلنا كده ويجري ورا الكوره بس. قلنا كده علشان عملها في ارنولد، بس مين يا جماعه ما مسكش ارنولد ده، عمل منه مساحه يعني. يعني ارنولد ده بجد اكتر عايز تفوق اي وينج في الدنيا روح لعبوا على ارنولد عادي جدا. ودلوقتي مثلا لو سيتي لعبوهم ابقى قابلني لو لعب ارنولد، اصلا غالبا مش هيبقى سليم، بس ابقى قابلني حتى لو سليم ان ارنولد هيلعب على دوكو وجريليش مصاب، فانت هيبقى عندك تهنيجه في الحته دي. لا عندهم مشكله يعني، سيتي اعتقد عندهم مشكله في الفتره الجايه. ودوكو الماتش اللي فات اللي انا شفته كان كارثي، كان وحش قوي. هالاند ودي بروين هم اللي فايقين قوي، ماتشين 3 تقريبا لعبهم. دي بروين هو الموضوع كله، دي بروين وبتاع الكره بتنزل الاثنين دول بيعملوا يتعاملوا مع بعض يعني. بيلعبوا نفس الاداء بتاع ماتشهم ضد ارسنال السنه الجايه، لو واحد ينزل الكوره والتاني يجري اوف ذا بول، اديها له في سكته يروح يجيب جون لوتن. هالاند بيجري مش باصص على الكوره. ايوه ما هو عارف بقى دي بروين الكوره هتيجي قدامه يعني، هو بصاها سندها لدي بروين وطلع يجري بالظبط، هو عارف ان الكوره عارف انه هيطيمها قبل البتاع بالظبط. طب انت بتتكلم على طريقه لعب الفرق، نتكلم على فرص الفرق، تعال نتكلم على مدربين الفرق. ليه؟ عشان الاسبوع اللي فات حصل حاجتين، تمام، او حاجتين بالنسبه لي يعني. الحاجه الاولى ان ليفربول قدروا يكسبوا تشيلسي في نهائي الكاس بعيال صغيره على المدارس. شفت الماتش ماشي، فدي اول حاجه. تاني حاجه، وتشيلسي كان كويس على فكره يعني، مش هفخس حقهم، لعبوا كويس. تشيلسي كان كويس بس ما فيش اي عذر، كان لازم يكسبوا الماتش. ما علينا. الحاجه التانيه ان مانشستر يونايتد خسروا من فولهام في الدوري. اوحش مدرب السنه دي بمراحل، بمسافه كبيره بمراحل، وبيعمل حاجات اقسم بالله ما فاهمها. امبارح كنت انت كل مره هدي الاكزامبل ده، انا وسيم بكام كل يوم على يونايتد ومدريد. احنا قعدنا نعدد كم الحاجات اللي عجيبه الشأن اللي بيعملها. طب عد معايا قول لي. هقول لك حاجه، في ماتش مش فاكره، مش حاضرني هو الكريدت لي يعني في الجمله دي. ان هو بيقول لك كنت بحضر شو دالوت، واحد باك رايت واحد باك ليفت، وبعدين شو اتصاب فقام قالب دالوت باك ليفت. اوكي. بعدين ماتش اللي فات امبارح ولا اول، كان الشوط الاول بتاع نوتنغهام، لا سيبك من كده، كان على نوتنغهام، كان بيلاعب دالوت تقريبا على إيلانجا او العكس يعني. ولما قلبوا الوينجين على هاتسون اودوي وإيلانجا قام قالب له الباكين. اللي هو انت ليه رياكتيف قوي كده. ماتش فولهام كان بيعمل حاجه عجيبه الشأن، كان حاطط برونو في حضن المدافعين وكان بيلاعب ماينو في الهول، وبعدين ماينو ما كانش بيضغط على معاه الكوره ولا كان بيروح للي معوش الكوره، فهم كانوا بيعملوا ايه؟ يسيبوا ماينو يستلم ويضغطوا عليه بالاثنين، فهو لو عمل تيرن هيلاقي واحد في وشه، لو ما عملش حد بيرجع بيها لورا هيلاقي واحد في بتاع، فهو كان مسلمه رهينه. بعدين انت عندك برونو، يعني ايه برونو راح قاعد في حضن المدافعين بجد، انت لا طويل ولا قوي ولا اي حاجه، فكان عازله كده في حته قدام بعيد. هو مش فاهم يعني، فولهام طول الماتش ده راحوا بتاع 7-8 مرتدات نسخه، وريجاردلس اوف اللعيبه هي بتيجي بالظبط، هم بيفضلوا واقفين اول ما ماينو يستلم بيقوموا عاملين كده، في واحد بيقطع الكوره وقدامه 4 بيطلعوا جارين. يعني الجون اللي دخل ده ضاع بتاع يوبي ده عدوا 3 أو 4 مثلا. وبجد بجد 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 التراب سهله جدا. بعدين انت مثلا قاعد طول الوقت في المؤتمر فران ما بلعبوش عشان ما بيعرفش يلعب LCB. مين LCB الاساسي بتاعك يا عم؟ جوني ايفنز. طب لما لعبوا مع بعض اما لعب فران LCB بالظبط. يا لهوي اللي هو يا ابني الناس بتقول لي ياسين امبارح بقول لك ايه، ما تتكلمش يا تنهاج. وتصريح الصوره الكبيره، صوره كبيره ايه ده؟ انت لو بصيت للملعب صوره كبيره ده انتوا كنتوا فريق يعني يقرف، وان انتوا خسرتوا فرق جون ده دي رحمه من ربنا. لو انا بصينا على الصوره الكبيره بقى ريجاردلس اوف السكور زي ما هو قال في الصوره الكبيره ريجاردلس اوف السكور، الماتش ده تشيله 5-6 وتشيله من الاتخن بقى 7 و8 و9. هنشوف يوم الاحد ايه اللي هيحصل. لا تنهاج بيعمل حاجات انا بجد مش فاهمها. انا زي ما بيقولوا هي لاست ذا بلوت. هو اللي بيعمل كده في نفسه. كل هو ماتش رياكتيف جدا، كل ماتش يقعد يخترع حاجه. مفيش ماتش بيلعبوا شبه التاني. بس هقول لك حاجه هو لما بيكون معاه العيال اللي هو عايزها اللي هم مش مصابين بيلعب بطريقه لعب واضحه جدا وطريقه لعب بتكون كويسه، بس ده مش معناه ان انت مدرب كويس. مش معنى تفاصيل الماتش يعني، انت كل ماتشات ماشي بتلعب 4-2-3-1. ايوه مدرب، تفاصيل مين هيسقط مين هيطلع كده. هو ده بيوريك ان هو مدرب محدود.
انت بتعرفش تلعب غير باللعيبه دي، بتعرفش تلعب اصلا غير بطريقه لعب واحده بس. على برشلونه يا رب. فانت لما اللعيبه دي لما بتكونش موجوده خلاص انت كده خلاص، هو ده عذرك. انا يا جماعه ما بكسبش عشان معيش اللعيبه بتوعي، ومحدش يقدر يقول لي حاجه عشان دي لعيبه مصابه. لا معلش. هو ملاسي عنده ايه؟ حامل. اما انا شفت ده الناس رجعت من الصليبي وهو لسه مش عارف يا ابني بجد مش عارف. تمبر رجع، ميليتاو رجع. هو اظن ان هو كان مصاب اصابه بعدين رجع تضاعف التاني. ايه هي اصلا عضل ولا عظم ولا مفاصل؟ مش عارف فعلا مش عارف. انا نسيته اصلا. ايوه. وبعدين انت جبت رجلون عشان يعوضه ومشيته. انا مش فاهم جبته ليه؟ جبته تقبضه نص سنه كده. ومطلع باك ليفت من الناشئين عندنا جرانادا تقريبا ولا مش عارف مين. والواد اللي طلعه اللي هو وينج يمين ده وقام راح يلعبه مهاجم. عمري فورسون ده. وراح يلعبه مهاجم. يا ابني كفاعك يا ابني. وبعدين عماد ما بيلعبش ليه؟ يعني خلاص انتهت حلول الارض وانت مصمم انك كنت ترجعه من الاعاره. هو سخافه وخلاص. وبعدين ماتش نوتنجهام ده حاجه زياده بجد. هو بيلعب لنفسه يعني تنهاج انه خايف إيلانجا يحط عليه علشان الناس هتروح تقول على النت بص إيلانجا اللي انت رفضته عمل فيك ايه. فبوظ الماتش. اكسبته بس بوظ الماتش. قاعد طول الماتش مركز ان انا عايز اقفل على إيلانجا. ده إيلانجا يعني فاهم. مهما كان متألق السنه دي ده إيلانجا هودسون اودوي يا جماعه في ايه يعني. لا مدرب وحش جدا. بس ده اللي هيخلينا نفتح عامه بقول لك نقاش على المدربين بشكل عام. هو حجته ايه؟ حجته الاصابات. طيب انت مدرب مش عارف تكسب من غير اصابات، مش عارف تكسب من غير لعيبه، يبقى انت اصلا مش مدرب كويس. بعدين ما تبني سكوادك يا باشا، حد ماسكك. لا بقى سيبك من هتبني سكوادك ومش تبني سكوادك، هتعرف تتصرف. لازم تكون بتعرف تتصرف عشان تكون مدرب كويس. لازم تكون بتعرف تتصرف. بالظبط. كلوب عرف يتصرف. كله بيعرف يتصرف. وبعدين المدربين الكبار بيعرفوا يتصرفوا. ما رصرصش لما ما عرفش يجيب الستة اللي مع مزاجه قام راح جايب اندو كايند اوف سورت اوف احسن لعيب في ليفربول. فبيعرف يتصرف. الناس دي بتبقى عندها اوبشن 1 2 3. المره الوحيده اللي كلوب نشف دماغه هي في فان دايك، ومفهوم جدا بعد عدد السنين طبعا. اللي قعدها فاهمين ان فان دايك ملوش بديل وما ينفعش ان هو كان يقوم راح للبديل مثلا ويجيب لابورت والحاجات اللي كانت معروضه عليه دي. هو يا فان دايك يا بلاش. وبدا بقى بنى الداينستي بتاعته وبقى عنده خط باكات محترم. والايام السوداء كان فان دايك كلها يقعد يلعب جنب ماتيب وجوميز والناس دي. انا اولا مش عارف يونايتد عايز ايه يعني. انت قعدت صيف كامل عايز ديونج. مفيش ديونج. هات كاسيميرو. نعم. اللي هو ايه علاقه ده مفيش اي حاجه كومن، اي حاجه ولا اتريبيوت واحد كومن. انا بقول لك انا بالنسبه لي دلوقتي حاجه اكتشفتها، او هو ده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، ان اهم كرايتيريا لتصنيف المدرب الكويس هو الادابتابيلتي بتاعته. تمام. فمن المدربين اللي موجودين دلوقتي، وتعالى نقول اللي موجودين في التاريخ ماشي نفتح الموضوع كده احنا ضربنا المثل بتنهاج علشان هو الوحش يعني. هو ده المثل الوحش. تنهاج مش هيكون مدرب كويس ولا عمرنا هنقول عليه ان هو مدرب كويس عشان هو مش بيعرف يتأقلم. واللي عمله في اياكس ده ناس كتير عملته في فرق اقوى. فرقه موناكو فاكرها مدربهم مالطا يعني. الناحيه التانية عندك واحد قلنا ان هو هيتحط في الاعظم في التاريخ اللي هو كلوب طبعا عشان الادابتابيلتي بتاعته. طبعا ده رهيب. سؤالي هو جوارديولا طبعا الادابتابيلتي. جوارديولا. بس جوارديولا مش زي كلوب. جوارديولا عف نفسه من هذا السؤال وحط نفسه في حته we'll never know. دي حقيقه. بس ما اقدرش اقيمه على كده. مش يمكن يطلع يعرف يعني. هو الوحيد اللي بقى اكسبشن من الكرايتيريا دي. اللي هو عمله في الكوره هي طفره. بالظبط هي طفره. فحتى لو يا عم فلنفترض ان هو ما بيعرفش ادابت، عمرك ما هتقدر تقول على جوارديولا ان هو مش من الاعظم يعني. هي مش هتحصل. بس فلنتخيل مثلا ان حب جوارديولا لبرشلونه طغى ورجع لسبب او اخر. ده اختبار حقيقي. حقيقي. ليه لا معلش ده فرقه كويسه بس مش متفصله يعني. احنا الحلقه اللي فاتت قلنا ايه الفرق بين بيب وانشيلوتي؟ ريفرس انجينيرنج. يعني ده بيبقى عارف هو عايز ايه وبيوائم جواه الحاجات. في بايرن ما كانش بيحصل كده. بس ما زال في بايرن انت بتكسب برضه. الماتشات اللي خسرتها في الشامبيونز ليج كانت غلطاته واضحه يعني. ماتش اتلتيكو مدريد ده ما نساهوش. سيميوني عمل عليه ماستر كلاس يعني. وكانت فتره مش كويسه. وحتى كل القائمين على بايرن قال لك لا بس at the end of the day انت كسبت الدوري وكان كلوب معاك في الدوري برضو. وابتدت اللي هي الصراع اللي ما بينهم ده. كلوب خد منه تقريبا كاس وسوبر بس حاجه كده. فبرضو مش هتعرف. في ريال مدريد
سوري في برشلونه المره الاولانيه هو نط من المركب في وقت مثالي. يعني هو كان عمال يحط علينا، بعدين مورينيو وجد طريقه انه كسب كاس كده، كسب دوري، بعدين بدأنا نقول قال لك لا اخلعنا بسرعه قبل لما ايه تطبل على دماغ الكشف بالظبط. وبعدين بقى دخلنا ريال مدريد في دايناستي بتاعت زيدان وكده. فبيب ذكي جدا في مانجنج كاريره، بيعرف يخلع امتى وبيعرف يختار البروجكت بتاعته والجو ده. الخطوه الجايه ايه لو في خطوه جايه الله اعلم. طب ممكن اسالك سؤال؟ مش هقارن جوارديولا بفيرجسون. انا بالنسبه لي هحط فيرجسون من طينه انشيلوتي اللي هو بيعرف يرقع وكده يعني. فانا اللي هسالك عليه هو مورينيو. مورينيو مدرب كبير. الناس بتنسى الموضوع ده علشان تفتكره الوحش اكتر، والبراند بتاعه راجع كمان في الكوره يعني. بس مورينيو مثلا اللي عمله بورتو، اللي عمله بتشيلسي، محدش عمله قبل كده، اللي عمله تشيلسي اول لما بداوا، اللي عمله بحتى لا انتر ميلان كان فريق معانا على فكره. هو انتر ميلان كان فريق انا بدين له بالشكر دايما انه حولنا من نادي بيطلع الدور 16 لمده 8 سنين متواليه او 6 سنين مش فاكر، لنادي بيوصل سيمي فاينل لازم، وكل مره بيطلع بسيناريو درامي محبط جدا، وساعات ما بيشيلش الليله. يعني ماتش دورتموند ده هيجوايين واوزيل وبتاع ضيعوا كور عجيبه الشق. الماتش اللي هو كريستيانو قعدوا يعيطوا فيه بتاع بنالتيات بايرن ده، في اجواء دراميه كتير وحاجات حصلت عشان تفاصيل ماتش، مش عشان هو وحش. انا بس كان ناجح جدا عندنا. هل جوارديولا كان يعرف يعمل نفس الحاجات اللي مورينيو عملها؟ مورينيو وكلوب في اختياراتهم بيحبوا الاندر دوج. يعني هم يحبوا يختاروا البروجكت الاندر دوج. بالعكس بالظبط، هو بيختار الفريق المتربع على عرش الدوري ده. حتى هتقول طب سيتي راح وهو كان سيتي دوك مخلص توب 4 بالعافيه. السنه اللي قبلها يا جماعه على طول كانوا واخدين دوري. لا وقبلها بمانسيني كانوا واخدين دوري برضه بالظبط. والفرقه باينه قوي ان هم عندهم فلوس وكان عندهم سكواد. هتقول لي طب ما هو حول السكواد كله وكان في منجله وما اعرفش ايه مشى الناس دي. ما هو جميل ماشي، اشترى كام سنتر باك في اول سنتين عشان يقف على الاثنين اللي هو عايزهم. الناس ناسيه ان ستونز ده بيلعب من زمان قوي. ستونز قعد 3 سنين ما بيلعبش، جايبه وما بيلعبش، مش مقتنع بيه. ووكر يخش سيستم ويطلع ما اعرفش ايه. بس سيتي طول عمرها عندها جيل رهيب يعني. فهم ده اختيار في يعني انا عشان كده بقول لك هي فار فيتشت قوي ان بيب يختار برشلونه، لان هو الاندر دوج دلوقتي بالذات في الداينستي اللي بيبناه ريال مدريد. مش عارف الناس تعرف توائم معاه ازاي يعني، غير ان رايو فايكانو بس هيكسبنا او يتعادل معانا برضو. ما اعتقدش ان هو هيختار كده، وعمرك ما هتتحط في الحته. يعني انت مثلا بيب لو زهق هيروح يختار اليوفي في الدوري الايطالي ليه؟ لا ثانيه عشان هيعرف يجيب ناس وبعدين الدوري بتاع الدوري الايطالي الدنيا السوق مفتوح، هيروح يلوش كده يجيب ناس من جوه الدوري يقيف ما اعرفش ايه الجو ده. انتر مثلا نادي مش لاقي عليه وانتر هو انتر كده مش نافع غير مع انزاجي يعني. بالظبط. اي سي ميلان فقراء قوي على جوارديولا بالظبط. يوفي هيعرف يحنكر يعني. يوفي نظام احنا فريق إليت قوي في مش هيصرف كتير بس هيعرف يفسد ويجيب لعيبه الدوري الايطالي كلهم يرصرصهم يعني. بس مش حاسس ان جوارديولا يروح الدوري لو يعني بقول لك لو عايز ان هو في مخيلته انا عايز بقى اعملها ان انا ابقى مرنت في التوب 5 ليجز يعني. هو فاضل له دي والفرنساوي لو راح بي اس جي يبقى بصراحه ابيع من مما نتخيل يعني. طب انت كمدرب تحب تمسك الفريق الاندر دوجز ولا الفريق الجاهز؟ لا انا ما بحبش المواهب اصلا يعني. الفرقه اللي بمرنها دلوقتي انا طفشت كل المواهب. طيب واحنا بنتكلم على يوفي تعال نروح ايطاليا بقى، بس مش هنتكلم على يوفي، على انتر اكيد. هنتكلم ولا انتر. طب حلو، هنتكلم على نابولي. اوكي نابولي. صح. انت انا يعني انا مبسوط ومتضايق في نفس الوقت ان انت قفشت في حته ان دي لورنتس هو مش مرتضى منصور. ايوه هو السبكي بالظبط. يعني الناس اللي مش عارفه يا جماعه هو منتج فني يعني. بالظبط. هو دي لورنتس اللي هو رئيس نادي نابولي، هو مش بس رئيس نادي نابولي، ده هو عنده شركات انتاج ومش عارف انتج مسلسل كوميدي هو الرقم 1 في ايطاليا بقاله اخر 3 سنين، وبينتج دلوقتي زي مسلسل عن الموسم اللي نابولي كسبوا فيه الدوري. حتى هو طلع قال لك انا I was the king in cinema now I'm the king in TV، حاجه كده يعني، او على الوزن ده.
فهو مش مرتضى منصور، هو السبكي. فتخيل معايا كده مثلا لو السبكي عندنا مسك الزمالك، هنشوف حاجات نفس اللي مرتضى منصور بيعملها او مور لس قريبه، بس هنلاقي بقى فيها ايه الحته السينمائيه اكتر، الدراما هنلاقيها فيها حته سيما، هنلاقي السسبنس، هنلاقي الاكشن، هنلاقي كل الحاجات اللي مرتضى منصور كان بيديها لنا، بس بشويه ايه توابل السينما، بشويه برودكشن، شويه انتاج. فمش عارف ارجع منين ولا منين، ولا ابدا منين ولا منين مع دي لورنتس. بس اللي احنا عارفينه ان هو دلوقتي ماتساري اللي كان مدرب نابولي بعد رودي جارسيا اصلا مشي، وجاب مدرب كده اصلا هو مدرب سلوفينيا تقريبا ولا سلوفاكيا حاجه كده، مدرب احتياطي، مدرب صح طوارئ يعني بس هو يعني انتر بس هو بالزبط. ماشي كويس بالصدفه هو اصلا يعني. لا انت عارف ان هو اشترط على دي لورنتس ان هو يفضل مدرب المنتخب بجد ولا يعني هو مازال مدرب المنتخب عشان هو عارف اللي فيها، عارف ان هو هيركب النحو يعني. المهم يا جماعه ان انا قررت ان لازم اول نقطه ابدا منها على دي لورنتس هي سباليتي. يا رب بس يعدوا من برشلونه. هو ايه الهبل ده؟ هو اصلا ازاي سباليتي اللي جاب لك الدوري بعد 30 سنه تتخانق معاه وتمشيه؟ بعدين بقى انا بدات اقرا اكتر على الخناقات اللي حصلت ما بينهم. بصراحه الاثنين عيال صغيره. هو سباليتي كده كان عارف انه يعرف يروح المنتخب، فعارف ان فيها خلعون يعني. سباليتي تحسه ان هو كان بيتحجج، بس في نفس الوقت لما قريت برضه على هيستوري سباليتي عامه كان صدامي قوي ايام روما. ما هي دي بقى الفكره. انت عارف هو مشي ليه من روما؟ لا مش فاكر، بس فاكره يعني سباليتي وقت روما جاب لهم اعلى عدد نقط في تاريخهم. وقت صلاح يعني. عارف مشي ليه؟ ليه؟ علشان توتي بعد ما اعتزل كتب كتاب ومش عارف كتب قال كلام وحش على سباليتي او اكسكلودد سباليتي من الموضوع، فهي was so disrespected فساب النادي. سباليتي اخر سيزن مش فاكر كان ممكن يلاعب عدد ماتشات لتوتي فيكسر رقم حاجه كده يعني واختار انه ما يعملش كده ونزله بس ماتش يوفي بتاع ماتش لاتزيو بتاع السيلفي المشهوره دي. وكان كان بيبقى كسبان ماتشات 5 و6 وما بينزلوش برضه. سباليتي برضه نبوه ازرق غريب يعني. جدا. ما اصلا اللي حصل مع دي لورنتس برضه يعني انت عارف ايه اللي حصل للعوق ده كله بعد ما هو خرج، بعد ما نابولي خرجوا من الكوارتر فاينل. كان الكوارتر فاينل خرجوا من اي سي ميلان صح؟ في الشامبيونز السكه اللي هي كان فيها كل الطليان مع بعض. خرجوا من اي سي ميلان. تمام. بعدها اللي حصل ايه؟ ان جه ايميل لسباليتي مكتوب فيه ان يعني هو في العقد ده حق ان هو يتريجر الاكستنشن، ان دي لورنتس يعمل تمديد. تمام. فهو جاله ان تم تمديد عقدك سنه. فسباليتي اللي هو انت ازاي تعمل حاجه زي كده من غير ما تقول لي. حتى طلع بنفسه وقالها بتصريح صحفي لما اتسال على الموضوع ده. قال لك هو ازاي حاجه زي كده تحصل من غير ما يقول لي؟ حاجه زي كده كان المفروض تحصل فيس تو فيس. تمام. فمبدئيا انت انسان تافه، ولكن واضح جدا جدا ان هو كان بيتلكك. زي كنتي كده برضه يعني. كنتي دايما هتلاقيه ماشي على هيافات. كنتي على فكره احد المرشحين يمسك نابولي. انا اصلا جاي لك. انت عارف ان هو بعد يعني مشكله من مشكله دي لورنتس بعد ما مشى سباليتي كان بيتكلم ان هو قعد مع حوالي 40 مدرب. فيش ولا واحد منهم عايز يدرب نابولي علشان سباليتي عمله ده. ما حدش شايف ان هو يقدر يعمل زيه. فكله خايف. عشان كده في الاخر استقر على مين؟ راح جاب رودي جارسيا. وكان بيتكلم ان من اكتر الناس اللي هو كان نفسه ان هم يدربوا نابولي كان كونتي. لا قوي السكواد عليه أصلا. وبعد ما مشى رودي جارسيا تقريبا راح كلم كونتي تاني. كان بيتكلم هو دي لورنتس بيقول ان هو راح مع المالديفز، كان في اجازه مع عائله كونتي وهو مع عيلته، وقال له بس كونتي قال له انا ما بحبش امسك فريق ميد سيزون. ايوه ممكن تلاقيه السنه الجايه بقى. بس في مشكله بقى هنا. ماتزاري ودي لورنتس بعد مبدئيا انا مش يعني بص برضو التناقض اللي في شخصيه او النفاق، مش التناقض، النفاق اللي في شخصيه دي لورنتس. دي لورنتس زمان كان ماتساري اللي ماسك نابولي وبعدين ساب نابولي عشان يدرب مين؟ منتخب تقريبا انتر ميلان. انتر ميلان. أيوة. فهو طلع دي لورنتس قال لك ان لما مراتك تحب تنام مع حد بتروح تنام معاه. بالظبط يا جماعه بالحرف. بس هو ما قالش تنام. when your wife wants to f someone she f's someone. تمام من الاخر. ده ماتساري. يقوم هو رايح جايبه تاني
السنه دي بعد رودي جارسيا. ومش بس كده، مش فكره ان هو جابه على بس فكرة. ما دي حاجه مرتضى فاكر مع فيريرا لما قال لك هرب وما هربش. وانت عارف بقى بعد ما ماتساري مشي دي لورنتس قال ايه؟ دي لورنتس قال لك دي حاجه صعبه عليا جدا لان هو فاميلي فريند، وان انت تطرد فاميلي فريند دي حاجه صعبه عليك جدا. اللي هو يا ابني انت مجنون. هو مجنون. وبعدين بص اصلا هو بيتكلم على المدربين التانيين، بيقول ان هو اتكلم مع تياجو موتا بس I didn't feel like it مع تياجو موتا. تمام. بعدين بيقول لك انا كلمت لويس انريكي بس الحمد لله ان هو ما يعني ان هو اختار بي اس جي علينا عشان بص هو بيعمل ايه دلوقتي مع بي اس جي. فهو راجل هو راجل فيلم، هو بتاع قصف جبهات يطلع عامه يطلع مع رضا بعلي يعملوا شغل عالي قوي، يقعدوا يقولوا شويه الكلام ده ويقعدوا يقول لك اعطيه 1 من 10 والحاجات العجيبه. والفكره اصلا تعيين رودي جارسيا في حد ذاته يا وز كان غريب جدا. انا كنت شفت حاجه ان رودي جارسيا كان قال ان هو ما اتفرجش على نابولي السنه اللي فاتت، شوف لهمش ماتش واحد. انت رايح تجيب مدرب ما اتفرجش على فريقك السنه اللي فاتت. نابولي يعمل ايه مع برشلونه؟ المدرب الجديد ده شكله كويس. هي نابولي ما فيهاش كيمياء يعني، انت بس تفيلد اللعيبه كويسه وتوقفهم عادل وخلصنا يعني. عشان كده هو عمل كده الماتش اللي فات. ايوه ما بالظبط اللي كسبوا 6 ده. وماتش الذهاب اكشلي ما كانوش كويسين بس اوزمان كان صانع الفارق يعني. ودفاع برشلونه سيء. انا اتمنى الماتش ده بتاع برشلونه ده ان يكونوا اخر ماتش برشلونه لعب بخواو فيليكس وكانسيلو، اللي هي الحاجه اللي انا بحب انها تحصل وشايف ان هي نقطه ضعف يعني. لعبوا الماتش اللي فات مع بعض وكانوا كويسين. اتمنى ان تشافي يتلعب في دماغه ويعملها. طب انا عندي سؤال، شكل الفريق من غير زيلينسكي عامل ازاي وازاي يعوضه؟ لان برضو دي مشكله تانية. ما هو ما بيلعبش بيسا بقاله كتير قوي. في واد اسمه تراوري في نص الملعب كده. ما هو ده اللي انا شايفه. عشان كده بسالك، انت زيلينسكي لعيب كويس جدا بجد. انت تافه جدا فكره ان هو علشان مضى مع حد بعد. في واحد اسمه ساجوست بس هو نزله على فكره من على الدكه، بس هو مش هيلعبه في تشامبيونز ليج. مش هيلعبه عشان هو ماشي خلاص. بس ده تافه قوي. في واحد اسمه ساجوست كويس بس البوزيشننج بتاعه كارثه. مين ساجوست ده؟ نص ملعب. ماشي مش شايفه عندي. بس ازاي يعني؟ انا بس برضو بربطها بديلورنت الثاني دي، ممكن حاجه زي دي تفرق معاه قوي. تفرق مع الفريق جدا. بالظبط. وكفارا فايق، اوزمان فايق، بوليتانو فايق. فانا اتمنى ان المدرب ده يعمل خطه انريكي بتاعت زمان اللي هو احنا نقف كلنا نامن ودي الكوره للثلاثه اللي فوق يتعاملوا. وده اللي عمله في ماتش الذهاب يعني. خد بالك الماتش اللي فات الجون بتاع اوزمان ده مجهود فردي بحت، وهو الرد ذكي قوي. راح لقط اضعف مدافع في الثلاثه، ان انا بعتبر اروخو بيلعب سنتر باك مش باك رايت يعني. قام رايح واقف في حضن نيكو وعشان كل ما تجيله الكوره يعرف يلف بيه ايزي. وعملها كذا واحده يعني، عمل كذا واحده في الماتش ده. بس اللفه اللي لفوا بيها وخايف على الكوره كتير بصراحه ضحكتني يعني. اللي هو ايه ده بقى باذن الله. وكفارا اتمنى يعني انا رايي الماتش ده انه لازم تبقى الخطه كلها ان انت تدي الكره لكفارا في رجله مش في ظهر الدفاع عشان تجذب اروخو لبره ويفتح لاوزمان واوزمان يتحرك في الحته دي. وانجويزا في يعني انجويزا الماتش اللي ضدنا في المجموعه كان عارف يبنتريت البوكيت اليمين ده كويس قوي. وبوليتانو كده فتح له عرض الملعب. فهو اللي عمل دي اللي هو تخيل كفارا لتحت فاروخو طلع له وكوندي طلع في ظهره. فدايما يقوم رامي الثرو ده. اوزمان هيخش لو لعبها بالعرض هتلاقي انجويزا هو الجون. اتمنى انه يعمل دي يعني ويامن بقى يعني ويستعمل الاثنين التانيين اللي في نص الملعب ان هو يامن. سواء بقى الواد تراوري ولوبوتكا او ايا كان يعني اللي هيلعب جنب لوبوتكا. اتمنى تراوري عشان يدي انجويزا حريه، لان هو برضو خد بالك انجويزا وقت لما كان زيلينسكي يا سلام بيلعبوا وكده كان اقل واحد فيهم واخد حريه. كان زيلينسكي هو دايما اللي واخد حريه ان هو يزيد جوه المنطقه ويشوط الجو ده. انجويزا مش احسن منه بس المساحه اللي بيتحرك فيها انجويزا هي المساحه اللي فيها نقطه ضعف رهيبه لبرشلونه اللي هي ظهر كانسيلو او بالدي والحته بتاعت انيجو او كريستنسن. بس اعتقد لسه كريستنسن هيبقى قلب نص ملعب يعني. فالحته دي لو عرف يفرغ فيها ويودي الكوره ان الواد انجويزا يخترق فيها اعتقد ممكن يخطفوهم. بس هو برضه دفاع نابولي سسبكت جدا يعني. مش كويس خالص. طب انت شايف مين المفروض يكون مدرب نابولي الجاي؟ احنا كنا قلنا قبل كده ان مورينيو حلو قوي. مش حاسسهم ريليفنت بس هو مورينيو لايق قوي عليهم. بس انت قلت برضه ان كونتي لايق قوي عليهم. هم محتاجين واحد كونزرفتيف وبيستعمل عرض الملعب كويس لان انت الاساس كده اوزمان ماشي السنه الجايه.
كفارا واعتقد قطر المشيان فاتوا، لان انت لو بصيت على كل الفرق الكبيره اتصرفت. لا غير اتصرفت كل العالم كله عنده وينجات شمال كويس. ايوه ما انا قصدي كله اتصرف في البوزيشن ده. يعني انت هو في الدوري اللي هو احسن منه مثلا انتر ما بيلعبوش بوينج شمال. هو مثلا ممكن يروح توتنهام ويلعب صن مهاجم مثلا، هو ده تمام مثلا يليق جدا. ارسنال عنده 2. انتوا عندكم كل اللعيبه بتلعب شمال اصلا. تشيلسي عنده زربيح لعيبه بتلعب شمال. ده تشيلسي عامه يليق. بس تشيلسي بيقعدوا يجيبوا ناس ويعملوهم يعني. عنده مودريك وعنده كذا حد بيعرف يلعبها يعني طيب ما قلتليش برضو من كونتي ومورينيو. بوتاتو يعني بجد فعلا؟ يعني كنتي اقرب ان هو يبقى موجود ريليفنت شويه، لان هو كنتي انجازاته اقرب من مورينيو زمنيا يعني. بس بوتاتو واوقع يعني. برضو بما ان علاقته بديلورانتس قريبه، مع ان مورينيو ده ينفع برضو مع ديلورانتس يعني. لا مش هيتقشوا قوي يعني. لا 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 هو هيبقى عايز يديله السوكسي بص ديلورانتس ويقذف جبهات ليه. هيوصلوا بوينت يعني هم ممكن الاثنين يكونوا عارفين يتعاملوا مع بعض، بما ان الاثنين صداميين فمحدش كله هيكون محرص بالتاني. مش عايز يعمل حوارات، بس هتوصل بوينت معينه ان في حد منهم هيصطدم والتاني مش هيسكت، فالدنيا هتبهوأ. لان اصلا مورينيو من غير ما حد بيعمل له حاجه هو بيتكلم، هو بيعمل مشاكل. ديلورانتس من غير ما حد بيعمل له حاجه. يعني انت عايز تفهمني ان لو مورينيو مدرب الفريق وديلورانتس نزل اوضه اللبس في الهاف تايم مورينيو هيسكت؟ مستحيل. لا هيطردوا ويضربوا بالظبط. ولو عمل كده انت فاكر ان ديلورانتس هيسكت؟ لا بس اعتقدش ان ديلورانتس هيعمل كده، لان هو هيبقى مدي مورينيو هو مساحه قصف الجبهات بقى والجو ده، وهو يقعد يعمل تصريحات الجينيريك يعني لو هو مش هيشتم مدرب او يشتم لعيب يقعد يعمل حاجات جينيريك كده. بس زي نرجع اللي انا قلناها من حلقتين، ان كراسي موسيقيه المدربين دي في اخر الموسم، لان انا توقعي كده اصلا تشافي ما اعرفش هيبقى افيلبل ولا لا. يعني هيعمل حاجه تشافي لو افيلبل لا مش حاسس يمسك فريق كبير خالص. لا وبس يعني ممكن حوكر يعمل زي راولا كده مع بورنموث والحاجات دي. تمام الصراحه. عندك تنهاج هيبقى في الماركت. سلام. يرجع ايكس حلو على في ناس ادمايررز ليه جدا. مين؟ برشلونه حلال عليهم. بس هم اعتقد ان برشلونه مخلص الكلام مع هانزي فليك وايجنت الصهيوني بتاعه. هانزي فليك، شفت الفيديو بتاع المحاضره بتاع كيميتش مولر؟ دي بيئه قوي شفتها. إيه وحشه قوي. هو ايه ده؟ هما الاثنين اصلا بيتكلموا ده في وادي وده في وادي سيبك من بعدين بيتكلموا كرة جينيريك قوي ما بيتكلموش تفاصيل. سيبك من الحته دي. بس شفت ردود هانسي فليك ضعيف. ايوه شخصيته ضعيفه قوي. والتاني بيقول له انت مستريح في ايه اكتر؟ قال له انا مستريح لما كنا بنلعب ب4 ورا، لما 3 ورا كنا بيقول له انا ممكن اكون غلطان بس انتوا قولوا لي. طب ايوه انت لما بتحط خطتك انت مش واثق فيها؟ انت لو حاطط خطه وطلعت غلط قول لهم انا عارف ان هي غلط. وانا عندي نظريات مؤامره الصراحه وغالبا هفضل ماسك فيها. ان جيل هانس فليك ده بتاع بايرن ده كان محقون كله. محقون ميك سنس عامه. ساعتها اللي بداوا يتوحشوا. ايوه توحشوا. وغير ان هم توحشوا هي كانت في الفتره بتاعت ان هم في الكورونا، فهو ممكن يدوبوا ويعدي 6 شهور. الحاجات دي ما تظهرش في التحاليل. انت محتاج تدوب وتبلق وتعمل كده، بعدين الحاجات دي خلاص بتروح. بس انت اوريدي بلقت وبقيت قد الحيط. العيال دي كلها فست يعني. جوريتسكا ما لعبش كوره من يوميها. ما فيش حد يعني. كل العيال دي كلها ديكيو كده بعدها. فانا عندي الاحساس بتاع ان منطقيه جدا ان الجيل ده حائن، لان هو نفس الجيل بتاع بايرن ده امور لسه هو اللي مكمل. لا بعيد قوي عن النسخه اللي شفناها يعني. بعيد جدا يعني هانز فليك الايدج بتاعه كان ايدج ترمله يعني. حتى ماتش 8-2 ده كله ثنائيات. الكره بتاعت ديفيز المشهوره اللي على الشمال، او كل الكور اللي في كيميتش في نص الملعب، كان الماتش كله عباره عن ثنائيات ضرب وعجن ورقع وكده. كان في جمل طبعا والجو ده، بس كان دايما النجاعه بدنيه يعني. الدوميننس بدني. حتى النهائي PSG كان احسن. توخل كان عامل مصيبه فيه انه كان مضايق الملعب وهو كان المفروض يعرضه. بس برضه كان التفوق البدني يعني. كومان جاب هيد في الفاينل ده، اخر هيد انا شفته او اول هيد اشوف الكومان. فمتحسس مسدسي من فليك بالذات انه مع المانيا مور لسه كان معاه نفس الجيل.
وخسر معارك بدنيه ضد اليابان. واضح ان يعني هو شخصيته ضعيفه قوي بعيدا عن التاكتكس كمان. لا بانت في الدوكيومنتري دي. بس غير كده تيجي تفكر على اللي حصل في كاس العالم برضو، واليابان تفوقوا عليهم بدنيا جدا، مش تفوقوا بس تفوقوا جدا بدنيا يعني عليهم، سواء جري او لعب او فحاسس ان فليك بالذات هي اصلا برشلونه ده الانتي بدني، يروح بقى البيدري والعيال اللي هي عندها سوء تغذيه دي هيعمل بيهم ايه يعني، فاهم؟ فنرجع لمرجوعنا ان في ناس افيلبل، فليك في الماركت، تنهاج في الماركت، كلوب مش في الماركت السنه دي. عندي احساس ان تشابي الونسو عنده ديل مع مدريد فهيقعد سنه كمان، فهيخرج بره الموضوع ده. وخد بالك في الناس اللي عايزه مدربين، اكتر نادي ابيلينج ليفربول. لو في اي طبعا مدرب جامد اعتقد اختياره الاول هو ليفربول، عندهم سكواد كويس وارثوا من راجل كويس. تاني حد برشلونه ايه، مش حاسس لا عندهم سكواد كويس قوي انه يبقى جاي بعد كلوب يعني. لا هو بصراحه يعني هي فكره بس ان انت دلوقتي ما عندكش اداره. لا عادي، انا بشوف ليفربول الاداره مستقره وعارفه هي عايزه ايه. هي بس ليفربول دايما بتتحط في ادوار برضو مفتريه كده من الناس اللي على النت، ان هم ما انتوا بتصرفوا زينا. بس ليفربول لازم يعملوا اكل عيشهم يعني، لازم يبيع عشان يشتري، لازم ينفست، لازم يعمل بتاع كده. انا النوع ده من البروجكتس بتاكسايت مي، اللي هو احنا ماشيين في خطه معينه يعني. هو كتخطيط شبه ريال مدريد، مع فرق طبعا الجوده والبول بتاعتهم، ان انت ده محضر موسمك انك هتجيب سنه كذا اجيب مبابي، سنه كذا اجيب ديفيس، سنه كذا ان شاء الله اجيب فيرتس، ما اعرفش ايه الجو ده. فانت بتبقى راسم البتاع. ليفربول اعتقد كده بس مش بالاسامي، يعني ليفربول عارف ان احنا في سنه كذا هنبيع الثلاثي بتاع النص وهندخل 3 مكانهم. مين؟ كلوب هيبقى عارف هكذا. السكواد بتاع ليفربول ده بالذات في الخط الهجومي، حتى لو باعوا صلاح وانا شايف ان مصلحتهم لازم يبيعوا صلاح، ان هم بقى لهم شهرين بيلعبوا من غيره بيلعبوا عادي جدا. انت عندك فوق جاكبو، نونيز، لويس دياز، ممكن نعتبر إليوت فيها، ممكن يجيبوا حد تاني. عندهم نجاعة هجومية كويسة، عندهم لعيبة مميزة جدا في المنطقة دي، فما اعتقدش ان هم عندهم مشكلة. عندهم نص ملعب ناقصين على لعيب، خط الدفاع بدأ ينضج وكوناتي كويس يعني. كوناتي احسن واحد في لوكشة الفرنساويين اللي شبه بعض دول كلهم. حتى دلوقتي بعد ما برادلي طلع اداك عمق، جو جوميز بقى فيرساتايل مديك عمق. فانت المدرب اللي هيجي ده هتلاقيه دايما مركز انه عايز يجيب رقم 6، ولو ما جابش اندو هيمشيها يعني، هو ماكاليستر، وممكن يعوض صلاح. وخد بالك لو صلاح فعلا هيروح الاتحاد فدي فيها 175 150 في الخزنه غير المرتب اللي انت وفرته. فانت عادي تخش تلاقي ليفربول فكين الموضوع ده ب3-4 لعيبه توب نوتش يعني. يعني فلنتخيل مثلا جابوا جالينو بتاع بورتو ده وحطوه على جناح من الاجنحه. راحوا جابوا مثلا الواد جوتيريز بتاع جيرونا ولا أليكسيس ولا كده. اللعيبه دي 30 40 50 هيبني فرقه رهيبه يعني. بس هو ديبندز بقى مين اللي هيمرنهم يعني. وانا مش عارف مين اللي في الماركت، لان انا احساس مش فاكت يعني. انا حاسس ان تشابي الونسو بعد نفسه عن البتاع، وحاسس ان هي جوه مخه مش ريال مدريد بس، ان هو لا فيها سنه كمان. اوكي يعني فيها سنه كمان، مش لازم انط في البسين. وبعدين انت لو قدامك متاح لك ديل مع مدريد في سكواد زي اللي احنا شايفينه بيتبني ده بمبابي وديفيز وبيلينجهام والشباب دي، يعني لازم ياخدوا طبعا. وبعدين ما يقدرش يرفض طبعا. خد بالك في حاجه مهمه في بيريز مؤخرا. بيريز غير سمعته بتاعت زمان بتاعت انه بيقيل مدرب. بيريز دلوقتي لو الدنيا اتشقلبت على الارض ما بيقيلش. خدت بالك من 2014 مدربين هم اللي بيمشوا. يعني لا هو مشى انشيلوتي في السنه الثانيه، بعدين اتعبط وجاب بينيتيز عشان يجيت اوت اوف السيستم يعني، عشان بيحبه من زمان. بعدين لما زيدان جه قعد 3 سنين هو اللي مشي. اذا انت عارف ان انا مسقط اصلا فتره بينيتيز اللي بين انشيلوتي وزيدان دي، ما دي 6 شهور يعني. وبعدين قام جاب له بيتيجي والناس دي عشان ما كانش فيه غيرهم. بعدين قام زيدان راجع تاني وبرضه ما اقلوش، هو اللي اختار يمشي. بعدين قام رجع انشيلوتي تاني. فدلوقتي اي مدرب مش هيبقى قلقان انه يروح مدريد، مش قلقان من خطر الاقاله. بيريز بقى باله طويل، حتى لو ما كسبتش حاجه ما دام انا شايفك ماشي على خطى البروجكت اقعد، مفيش اي مشكله. طيب بقول لك ايه، عندنا فقره جديده هنبداها البرنامج ده. الفقره يا جماعه يكون اسمها يقطع النت نتيت الله ينتتوا عليك. ليه بقى؟ عشان هنشوف هبل من اللي بيحصل على عالم الانترنت
وهنرانت عليه. والفكره دي لسه جايه لنا قبل ما نتصور على طول. شكرا لمخرجنا العظيم كالوشا عشان هو اللي اقترح الاسم. وهنبداها برانتايه منك ورانتايه مني بما انها حاجه عشوائيه سبونتينيس. فانا عارف واحد على فريق وانت عارف واحد على فريق. اختبرك مين اكتر جمهور انا بكرهه؟ الاهلي. غيره في اوروبا. ارسنال. لا. برشلونه. لا. عرفت. ريال مدريد. الله ينور عليك. جمهور غير منطقي. جمهور مدلل. لا بالعكس والله مدلل. لا بالعكس والله العظيم مدلل. جمهور كل حاجه سهله بالنسبه له فبيتامر على كل حاجه. لا انا مش شايفه كده، انا شايفه عكس كده. جمهور لطائميات. مين بيلطم يعني انا اقول لك حاجه. ماشي. ماتش رايو اللي تعادلناه ده كان قبلي ماتش اتلتيكو مدريد اللي تعادلناه. انا مش شايف ان احنا كنا لعبنا وحش يعني، بس اتغبينا وبرضه النواقص وكده. اوكي. يا لهوي انا قلت ان لازم انشيلوتي ده يمشي، ما يقعدش، ما هو راجل منزل لنا مودريتش. ما هو ده اللي انا بقوله. هم مدللين عشان هم متعودين على ان هم بيكسبوا على طول. يا حبيبي حاجه جليتشيه تحصل ما ده لطم. ده نهايه العالم. يا نهار اسود. مش كده، مش اللي هو احنا هنكسب كل حاجه. لا احنا لحد ماتش جيرونا التاني وقبليه ماتش اتلتيكو مدريد، ماتش اتلتيكو مدريد وجيرونا دول كانوا في طيس بعض. فانت كنت ممكن تكسب الاثنين دول تعدي. كسبنا 1 وتعادلنا 1 وبعدين تعادلنا مع رايو فرجعنا الناس ماشي. قريبه مننا تاني. تسال اي مشجع ريال مدريد بيقول لك لا برشلونه معانا في الدوري. يا لهوي يا انا خايف جدا من والله بيضحكوا على نفسهم. هو جماعه ما عندهمش حوار فبيعملوا حوار. لا احنا انا حاجه بكرهها فينا الهوس والاوبسيشن بتاع ان انا امسك كراسه واخش على النت اقعد اكتب ستارتنج 11 وكأن الحياه تبتدي وتنتهي ب11 لعيب وكأننا ما اتفرجناش على كوره. يعني كأننا ما اتفرجناش على ان احنا كفرقه بالذات بيلعب لنا من 17 ل 18 لعيب قد بعض وكأن الحياه بتنتهي. اللي هو جبت مبابي نمشي رودريجو. يا جماعه بلاش عته اللي هو ويجيب لك التشكيله. اصل احنا هنلعب دايموند فبيلينجهام وده هيخش مكان رودريجو كده مش هيلعب. يا نهار ابيض وبتاع. هل سمعتوا بالروتيشن؟ هل سمعتوا ان احنا ممكن نعمل 4-2-3-1 عادي؟ رودريجو مبابي بتاع وبيلينجهام يرجع لدوره العشرة اللي عنده ضمير اللي بيرجع يدافع وتقوم حاطط البغلين البدنيين كامافينجا وفالفيردي واللي حصلني يكسرني. يعني انت اصلا لو عملت دور في نص الملعب هتعزل الدنيا. وعندك ديفيز يطير بقى مع فينيسيوس وكده. ليه دايما في كربلائيات كده اللي هو يا نهار اسود يلا نلطم يا جماعه بلاش الجمهور فاضي. ما هو دي حاجه تعل وتشل يعني اللي هو تخسر وبعدين في اللي هو نمشي على طول. ليه يا حبيبي؟ اولا لا ثقافه ناديك. انا لسه قايل دلوقتي مدلل. احنا ثقافه ناديك وانت تتفرجش على النادي بتاعنا. امتى مشينا مدرب؟ في اخر 10 سنين ما بيمشيش مدربين، هما اللي بيمشوا. امتى بيريز بيبقى مستعجل اللي هو احنا الصيف الجاي هنجيب كذا وكذا وكذا؟ شفتها فين؟ بقول لك ايه، ما هو بيمشيها كل سيزون بسيزون. انا مش عارف انت بتتكلم على جماهير ريال مدريد ولا جماهير الاهلي. ما هم يعني لا بس الاهلي هي الاهلي في عندهم فيها الشعارات، حته غير الشعارات. وفي الميم بتاع السحت بيضه اللي هو بشبشب اللي حاطط احمد راتب لما كان لابس شبشب وحاطط رجل على رجل اللي هو يبقى نادي مصري ويجي يكلمك يا بتاع ريال مدريد. بتاع ريال مدريد مين يا معفن؟ طب شوف التانية اللي في رجلك بس. دي حته بس. يعني جماهير الاهلي دلولو، جماهير ريال مدريد العكس، مش دلولو، هم لطائميين يعني بجد. اللي هو تبقى قاعد يا هعمل ايه يعني. هم الانتي ارسنال ما بيكسبوش حاجه وبيقعدوا يهوهوا كتير ويقعد يقول لك كده وبتاع ويبعد عني يا كلب والجو ده. يا حبيبي اعرف مقامك واعرف مركزك. انت راجل الاقوى والانجع في العالم وانت في حل عن النقاشات الهبله. يعني انا لما اخش على تويتر ولاقي ناس وما اعرفش ايه وكده بيحسن من مودريتش، تمام سيبهم تمام ماشي قشطه تمام. ما اعرفش مين احسن من مين، جميل. at the end of the day مين اللي بيفرح اكتر؟ يعني احنا دلوقتي بعدين ثانيه احنا في اخر 10 سنين خناقتنا مع سيتي ماشي. قبلها 10 سنين ماشي 5-6 عام قبلها كانت مع برشلونه قبلها كان ما اعرفش ايه. احنا دايما طرف في الخناقه الاوروبيه ماشي. يعني الكراسي الموسيقيه بتاعت العالم احنا دايما طرف منها. ودايما او بنسبه كبيره انت اللي بتطلع في الحقبه دي اللي واخد بطولات اكتر. أوكي. يعني انت في الحقبه بتاعت برشلونه دي هم خدوا الشامبيونز ليج بتاع 2015 انت خدت 4 حواليه. فانت في حل على ان انت تقعد ترغي معاه بقى ويقول لك الجيل بتاعنا كده، تقول له طب ماشي تمام قشطه. سيتي هم خدوا 1 الشامبيونز ليج واحنا خدنا 1 الشامبيونز ليج. احنا خرجناهم مره هم خرجناهم مره.
may the best man win لما نلعب بعد السنه دي او لما نلعب بعد السنه الجايه لما نشوف مين اللي هيدومينيت الايرا دي. لكن انت في حل على ان انت بجد تخش النقاشات دي. هادي شبه الاهلي في حاجه ان الاهلي بيخترع لنفسه غريم عشان عليه. يعني هم جمهور الاهلي فجاه يقول لك بيراميدز. مين بيراميدز يا جماعه؟ يعني مين بيراميدز اللي انا جاي ابيض عليه؟ احنا بنعملش كده. احنا بيبقى عندنا غريم فعلا وبتخليه يستفزك يقعد يعمل لك كده في مناخيرك وتقعد تبقى عبيط وترد ردود عبيطه وتعمل بتاع اللي هو يا جماعه جميل كروز ده وحش لعيب في العالم، مودريتش يا عم عجوز، فالفيردي اوفر ريتد، كامافينجا مالت، فينيسيوس وحش، كل الكلام ده. عايز حاجه اكسبني يا عم. الجماهير برشلونه تيجي تقعد تمسك سيتي عشان هو مش عارف يكلمك، يخش يتخانق معاك بسيتي، تقول له ماشي جود ستاف، شوف بقى تلعب رافينيا ولا يمين شمال والجو بتاعك ده. فبجد بيجوا على اعصابي. وانا اوبفيسلي عامل فولو لجماهير برشلونه كتير لان ريال مدريد كتير لان ببقى عايز اتابع الاخبار وعايز اشوف الدنيا وكده. بجد مش ممكن اللطائميات، كفايه يا جماعه. ماشي انا عندي واحده بس مالهاش دعوه بجماهير يونايتد على قد ما هي ليها دعوه بجماهير ليفربول. تمام. في ماتش ليفربول وتشيلسي، ماتش ليفربول وتشيلسي، جون فان دايك الاول اللي اتلغى. تمام. اتلغى ليه؟ علشان اندو كان محجز، كان مسكرين كولويل اللي هو كان هيخش على فان دايك يطلع معاه. تمام. بعدين فان دايك طلع فوق تشيلويل اللي كان في ظهره وجاب الكوره، عشان كده الحكم لغاها، لقى ان اندو انترفيرد في الكوره ان هو وقف كولويل اللي هو كان هيروح على فان دايك. ففي ماتش نوتنغهام فورست وماتش مانشستر يونايتد حصل حاجه شبيهه. هو فاران سكريند حد فعلا، تمام، بس ورا كاسيميرو. تمام. يعني كده وكاسيميرو كان معاه مانو. ايوه اساسا. فهم اللي حصل بقى في عالم تويتر ايه؟ ان هو جاب لك اللقطه بتاعه الخط وهو واقف والكره بتتلعب في الحاله دي وفي الحاله دي، وقال لك بصوا الحكام والحكم كريس كافانا اللي مواليد اصلا مانشستر بيحكم لمانشستر يونايتد وبيحسبها بيلغيها ليفربول وبيحسبها اليونايتد. بس هي يا جماعه مش نفس الحاله، هي مش نفس الحاله. يجيب لك حالات صور تاخدوش بجديه 100%. لان دي قصه حياتي مع جمهور برشلونه السنه دي. مقتنع اقتناع شديد ان ريال مدريد هياخد الدوري بالتحكيم. لا هكلمك في الموضوع ده ويقعد يجيب لك سكرين شوت يقول لك بص الفرق وبتاع والهيد لوك اللي خده وما اعرفش مين ادى الاراوخو والجو ده اللي هو دايما الرد. ممكن تجيب الفيديو بالظبط، لان لو جابوا الفيديو في الحاله اللي انا بتكلم عليها دي هيشوفوا ان فاران ملوش اي دعوه بالكوره، والمان اللي هو عمل له سكريننج ده ملوش اي دعوه بالكوره، وحتى لو كان فاضي ما كانش هيعرف يعمل اي حاجه في الجون. اقول لك اشهر صوره في الدنيا خداعه ملهاش دعوه بكده. عارف الصوره اللي بيبقى انيستا في وسط 5 حطها فيديو تلاقي انيستا استلم وبصل اللي جنبه. ما في يعني you can always make صورة سينمائية. يعني دايما فينا بقول ان الواد اندريك ده اندستري بلانت ليه؟ لان كله صور سينمائية. ليه صورة كده الناس رافعاه ومتاخده من تحت وبتاع. فانت اللي ماسك الكاميرا هو الفنان. لكن هذا حدث خارج السياق تماما. ما هو ده بقى اللي بيعصبني، اللي هو يا جماعة شوفوا الفيديو. وبعدين الفكرة بقى ان بيكون في مؤاوحة من باب المؤاوحة، مش من باب الكورة، مش من باب اللي هو الحق او الانصاف او الموضوعية. لا، مؤاوحة من باب احنا بنشجع ليفربول وانتوا بتشجعوا يونايتد، يبقى احنا لازم نبيد عليكم وانتوا لازم تبيدوا علينا. ما دي حاجة عجيبة اللي هو انت ليك وعليك وانت ليا وانا ليا وعليا، وان احنا نتكلم كورة ونقول عادي، نتكلم عادي في الموضوع. ما دي اللي بستعجب منها لسبب ان انت كإنسان مستعد انك تبين انك انسان غبي قروي جاموسة عشان تنصف فريقك بالظبط. اللي هو اصلا احنا بعد شويه هننسى. يعني انا هقولها بالاسم، في واحد مشجع برشلونه اسمه نجيب على تويتر. انا طول عمري متوقع ان نجيب ده واحد عنده 12 سنه لحد ما شفته عمل فيديو. الراجل عنده حاجه 50 سنه. يا نهار ابيض. انا بجد لما شفت الفيديو اي واز شوكت. اللي هو كان بيرنت والجماهير مدريد هو جزائري والجو ده. اللي هو يعني انت راجل كبير وتقريبا متجوز ومخلف وتعول، تصغر نفسك كده عيب. والايه يعني حتى ناديك ما بينافسش. انت دلوقتي افاق وكذاب وبتقعد تحط صور خارج سياقها وبتاع، فخليت الناس تتعامل انت ده عيل عنده 12 سنه. ده ولا افاق ولا كذاب، ده غبي. يعني هو مصدق اللي هو بيقوله. لا ما بعتقدش الناس دي. يعني هي دي مشكلتي برضو في الاحداث اللي بتحصل دي، ان الصهاينه بس ده بلد برضو كده، ان هم بيقولوا حاجات بجد الاي كيو بتاعها بجد مش اي كيو فرخه. يعني اللي هو جماعه اعقلوا الكلمه قبل ما تقولوها. يعني في حاجات حجج كده بتتقال تهين ذكائك انت اكتر. ما هي تثبتني اللي هو
هقف قدامك اتف عليك متسمر كده اللي هو احنا بنقول ايه، احترم عقلي، احنا بنقول ايه بجد والله إيه؟ انت بتقول ايه يعني انت بجد وبعدين تلف وتدور عشان تلاقي تنصف يعني دليل ينصف بتاعه، وانت عارف ان انت بتبقى افاق، يعني انت بتبقى شايف اللقطه فيديو، شايف المعرفش ايه. انا دي بالنسبه لي شيء عجائبي في كل مش دي مش اكسكلوسيفلي جميل، انا بقول نجيب ده علشان هو الرايفل بتاعي، فدايما انا عندي حته كده مزوخيه بحب اخش على غريمي واقعد اضحك عليه. فكل مره بشوفه هيصيح على ايه يعني، فاقعد اضحك ما بانتراكتش معاه اصلا. بس بجد بيصعب عليا اللي هو تمام يعني تمام، وبجد انت شايف ان انت ممكن تبقى انسان كوروديا كده بس عشان تثبت حاجه هايفه اهيف من الهيافه. كول ستاف كول سيجمنت عامه هنعتمده كل حلقه. نقفل الحلقه بيه، مفيش اخبى منه يعني. نقفل. وبعدين الاسبوع الجاي في اهلي وزمالك، فهتلاقي شويه بس مش هنلحقه للاسف. مش هنلحقه، بس انا هقعد اصطاد في المايه العكر. ماشي، ممكن الحلقه اللي بعدها بقى نعمل فقره يعني ممكن قبلها فقره الماتش تبقى يقطع النت، ما تبقاش بقى نتكلمش كوره، فاهم؟ اصلا مش هيبقى في كوره، بيرازوا بعض ازاي. فاهم. ورضا عبعال يقعد يعني رضا عبعال ده الابيتوم اوف ان هو بجد قد ايه هبقى جاهل علشان اقول كلام حراق. ده بجد هو ده خلاص، هو لا البيرسونا بتاعته ركبها خلاص بالظبط، خلاص يعني فاهم، التزم بيها. فجميل يعني. انا عايز ايش لو انت مصمم تبقى غبي سوبيت. كده احنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. شكرا لكل الناس اللي تابعونا وسمعونا. نعتذر عن ان احنا ما عملناش حلقه الاسبوع اللي فات، بس عشان كابتن وزة دعيت لكم بالظبط، كان بيعمل حاجه اهم من اي تسجيل. بس البرد بقى، واعذرونا على الزكام بس يعني. بس استنونا الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.